ازاي بنحجب المواقع الإباحية من على راوتر والجديد. زي ما نبهت في الفيديو اللي عدى ان ده مش مجالي، ولكن انا بقدم الشرح من واقع الخبرة او من واقع استخدامي الشخصي. فانا في الفيديو ده برضو هقدم الشرح بناء على الاستخدام اللي انا عامله عندي على جهازي. في البداية الشرح ينفع لأي راوتر ومن أي دولة في العالم، لكن لازم يكون على الكمبيوتر، ما ينفعش من الموبايل. فخلينا نبدأ في الشرح. في البداية هشرح على راوتر اورنج، وبعدين راوتر تي اي داتا القديم، وبعدين هشرح على راوتر وي الجديد. بداية العامل الرئيسي لحجب المواقع سواء إباحية أو غيره من المواقع الغير مرغوب فيها من الراوتر، بنستخدم DNS مخصص، والفايدة منه انه بيقوم بعملية فلترة للاي بيهات بتاع المواقع الغير مرغوب فيها من على شبكة الانترنت الخاصة بيك او من على شبكة الراوتر بتاعك الخاص بيك في البيت. فبالتالي لما يفلتر لك الاي بيهات دي مش هتفتح عندك على الراوتر بتاعك. والدي ان اس هو اختصار لجملة دومين نيم سيستم، هو عبارة عن خادم او نظام بيقوم بتخزين المعلومات المتعلقة باسماء المواقع او النطاقات الموجودة في قاعدة البيانات المتوزعة على الانترنت. وبيقوم الدي ان اس بربط المعلومات والعناوين باسماء المواقع او باسماء النطاقات المرتبطة. يعني ان الدي ان اس بيعمل على عملية ترجمة اسماء النطاق من الكلمات الى العناوين اللي هي الاي بي ادريس. والدي ان اس ليه فايدة مهمة جدا، انها بتفيد عند الدخول لموقع معين. على سبيل المثال مثلا موقع ويكيبيديا على الانترنت، سهل جدا ان احنا نحفظ اسم الموقع ويكيبيديا او جوجل او فيسبوك او يوتيوب. كل دي اسماء سهلة نحفظها، لكن الصعب جدا ان انت تقدر تتذكر عنوان الموقع. على سبيل المثال ويكيبيديا العنوان بتاعه هو 207 142 131 206. سهل جدا ان انت تحفظ اسم الموقع، لكن صعب ان انت تحفظ العنوان بتاع الموقع. فبالتالي الدي ان اس بيوفر على المستخدم طريقة التعامل مع عناوين الشبكة والاتصال بيها. يعني هو بيقوم بعملية تحويل الكلام الى عناوين. زي ما قلت في البداية ان بغض النظر عن نوع الراوتر او الشبكة اللي انت مشترك عليها، انت فعلا بحاجة ان انت تضيف الدي ان اس علشان حمايتك وحماية بيتك وكل اللي بيستخدم شبكة الانترنت عندك المنزلية. ففي دي ان اس مخصص مقدم من شركة اسمها شركة نورتون. الدي ان اس بتاع شركة نورتون من وجهة نظر الشخصية وحسب استخدامي ان هو افضل دي ان اس تقدر تستخدمه لحجب اي مواقع غير مرغوب فيها او مواقع اباحية. والطريقة سهلة جدا، هنفتح صفحة الراوتر ان احنا نبدأ نكتب الاي بي الافتراضي اللي هو 192.168.1.1، وبعدين هنكتب اسم المستخدم اللي هو ادمن، وبعدين كلمة السر اللي هي الموجودة على ظهر الراوتر. والشرح اللي هقوله ده نظري على راوتر اورنج. انا ما عنديش راوتر اورنج، ولكن حبيت اشرحه علشان الناس طلبت منه. لكن بعد الشرح ده هبدأ بالشرح العملي على راوتر وي. بالنسبة لراوتر اورنج هندخل على الراوتر، وبعدين ندخل على قائمة DHCP. خدوا بالكم من العنوان ده DHCP. ومن DHCP هنبدأ ندخل على البيزك، وبعدين اللان، وبعدين من اللان هننزل على DHCP سيرفر، وننزل تحت عند البريمري DNS سيرفر ادرس، ونبدأ نكتب الرقم 198.153.192.60. وبعدين السكندري DNS سيرفر ادرس نبدأ نكتب الرقم الثاني اللي هو 198.153.194.60. وبعدين بنعمل سبميت او حفظ للاعدادات اللي احنا دخلناها. وعلشان يشتغل معانا بشكل كويس لازم نفصل الكهرباء عن الراوتر ونعيد تشغيله تاني، وهيبدأ الدي ان اس في العمل بحجب المواقع الاباحية والمواقع غير المرغوب فيها. ده بالنسبة لو الراوتر بتاعك اورنج. اما لو الراوتر بتاعنا تي اي داتا او وي القديم، هنبدأ ندخل على النتورك، وبعدين من النتورك على اللان، وبعدين هنبحث عن DHCP سيرفر. ونلاحظ لو اي حد بيشوفني دلوقتي سواء من مصر او من بره مصر او اي راوتر او اي شبكة انت مشترك عليها، ان العامل المشترك في ضبط الاعداد ده ان انت بتبحث عن DHCP سيرفر. يبقى مهما اختلف الراوتر لازم ندخل ندور على ال DHCP سيرفر. بعد ما بندخل على ال DHCP سيرفر بننزل تحت على ال DNS سيرفر 1 IP ادرس، وبنبدأ نكتب الرقم 198.153.192.60. وننزل تحت على DNS سيرفر 2 IP ادرس، ونبدأ نكتب الرقم الثاني 198.153.194.60. بعد كده بندوس سبميت، وبعدين بنفصل الراوتر او نفصل الكهرباء عن الراوتر ونعيد تشغيله تاني، وهيبدأ الدي ان اس بحجب المواقع الاباحية او المواقع الغير مرغوب فيها.
كمان في DNS لشركة جوجل مخصص تقدر تستخدمه، لكن ال DNS الخاص بشركة جوجل ما بيحجبش المواقع الإباحية ولا المواقع الغير مرغوب فيها. لكن ال DNS الخاص بشركة جوجل ليه فايدتين مهمين. الفايدة الأولى إن هو بيسرع عملية التصفح والإنترنت بصفة عامة لكل الناس، ودي اللي قد نحتاجها أنا أو أنت أو أي حد بيشوف الفيديو. الحاجة التانية إن هو بيسرع استقبال تحديثات الإنترنت عوض عن الشركة اللي بتاخد منها النت. يعني بدل التحديثات ما تروح للشركة وبعدين بتجيلك، انت لو مشغل ال DNS الخاص بشركة جوجل بيوصل لك التحديث دايركت وفي أسرع وقت ممكن من شركة جوجل. ولكن زي ما قلت إن ال DNS الخاص بشركة جوجل ما بيحجبش المواقع الإباحية ولا بيحجب المواقع غير المرغوب فيها. ونصيحة لأي حد لو انت محتار تستخدم أي DNS، نصيحتي ليك لو انت بتشتغل على الانترنت وعندك مواقع ومرتبط بسيرفر او كده، استخدم ال DNS الخاص بجوجل، ولكن زي ما قلت ان هو مش بيحجب المواقع الاباحيه. اما لو انت مستخدم عادي فاستخدم ال DNS المخصص المقدم من شركه نورتون. ده كان شرح سريع ونظري لراوتر اورنج وراوتر TE Data القديم، وتعرفنا على ال DNS الخاص بشركة نورتون وده اللي هنستخدمه على راوتر وي الجديد، وتعرفنا كمان على ال DNS الخاص بشركة جوجل. هبدأ دلوقتي بالشرح على راوتر وي الجديد اللي هو 2019 وازاي هنبدأ ندخل ال DNS الخاص بشركة نورتون. في البداية هفتح متصفح جوجل كروم زي ما انتم شايفين، وهبدأ اكتب عنوان ال IP الخاص اللي هو 192.168.1.1، وهضغط على، خدوا بالكم ان في خيارات كتيرة ظهرت عندي، لا انا خليني على نفس الكلام اللي انا كاتبه واضغط على طول، او اضغط بحث علشان ما يودينيش على مواقع بحث تانية. زي ما انتم شايفين فتح معايا الصفحة دي. في بعض الناس بتدخل على نفس العنوان لكن بيوديها او بيفتح معاها صفحة شبه الصفحة اللي قدامنا دي دلوقتي. دي اسمها صفحة الاستخدام الآمن، يعني شركة جوجل او المتصفح جوجل بيحذرك ان انت بفتح الموقع ده قد يكون غير آمن. كل اللي علينا ان احنا نعمله هننزل على كلمة Advanced زي ما انتم شايفينها كده وهدوس عليها، هتفتح لي الخيار اللي هو Back to Safety، يعني بيقولك لو عايز ترجع لوضع الأمان. اما لو عايز تكمل فبتنزل تحت، ولكن عامل لك كده بين قوسين بيقولك unsafe يعني غير آمن. فده تحذير مفيهوش اي مشكلة او في اي ضرر. احنا هندوس على، بعد ما نفتح الادفانسد هندوس على البروكد 2 وبعدين هضغط على الرابط نفسه، هيفتح معايا الصفحة اللي قدامنا زي ما انتم شايفينها. يعني هوريكم الرسالة دي بشكل عملي على متصفح اوبرا. لو جيت هنا في محرك البحث وكتبت 192.168.1.1 وهدوس انتر، زي ما انتم شايفين هو اداني رسالة تحذيرية بيقول لي ان انت قد تخرج من التصفح الآمن الى تصفح غير آمن. لو عايز ترجع للتصفح الآمن بتدوس على باك تو سيفتي، يعني لو دوست عليها هيرجعني تاني للمتصفح اللي انا كنت فيه. اما لو عايز اكمل فهاجي هنا في متصفح جوجل كروم هتظهر لك الرسالة دي بكلمة Advanced، هدوس عليها وهتجيلي نفس الرسالة. كل اللي عليا ان انا اعمله ان انا هدوس على البروكت 2، هتفتح معايا على طول الصفحة دي. زي ما انتم شايفين الصفحة فتحت. فانا هرجع تاني لمتصفح جوجل كروم وهبدأ اكتب هنا كلمة admin، اتأكد ان اللغة عندي انجلش ADMIN، وبعدين هبدأ اكتب الباسورد. الباسورد ده موجود على الراوتر بتاعك اللي انت بتستخدمه. من غير الباسورد ده مش هتعرف تفتح الصفحة اللي قدامك دي الا لو كنت غيرت الاعدادات دي. فانا هجيب الباسورد من على الراوتر وهبدأ اكتبه وهضغط انتر. زي ما انتم شايفين فتح معايا الصفحة دي. كل اللي عليا ان انا هعمله ان انا هروح على هوم نتورك وهنزل على اللان انترفيس، وزي ما قلت في الشرح اللي عدى هدور على DHCP سيرفر. زي ما انتم شايفين هي تالت خيار قدامنا اهو او رابع خيار، ادي 1 2 3 4. هبدأ اضغط عليه. دي الاعدادات الافتراضية اللي بينزل بيها ال DNS الخاص بينا. فلو جينا هنا بصينا على DNS مود هنلاقيه ان هو متعلم الخيار الاول او الخيار حسب البروكسي الاوتوماتيك. فانا هنزل على المانوالي هعلم عليها كده وهبدأ أغير الأرقام اللي قدامي دي بالDNS الخاص بشركة نورتون اللي هو هيقوم بحجب المواقع الإباحية والمواقع المشبوهة أو المواقع غير المرغوب فيها. هبدأ أشيل الأرقام اللي قدامي دي، بدل 192 دي هخليها 198، الرقم التاني 153،
الرقم التالت 192 وبعدين 60. هنزل على التاني وهبدأ اكتب نفس الارقام برضو اللي فوق 198 وبعدين 153. اما هنا في الرقم ده هو المختلف، هيبقى 194 وبعدين 60 زي ما هي. في عندي خيار تاني تحت اللي هو less duration، بيقول لي اللي هي المدة اللي ممكن تستخدم بيها ال DNS. في خيار ال less duration هنلاقي ان هو متحدد هنا 1 day، يعني دي المدة اللي هتستخدم بيها ال DNS. تقدر تفتحها كده وهتلاقي خيارات كتيرة منها 1 minute 1 hour 1 day 1 week او ال permanent. هنا دقيقة، هنا ساعة، هنا يوم، هنا اسبوع، هنا دائما. تقدر تختار خيار ال permanent وده اللي انصح بيه، وبتبدأ تعمل عملية سيف زي ما انتم شايفين السيف معايا. علشان يبدأ يشتغل ال DNS لازم افصل الكهرباء عن الراوتر واعيد تشغيله تاني من الاول. ده بالنسبة لل DNS الخاص بشركة نورتون. اما لو عايز تشغل ال DNS الخاص بشركة جوجل، قلت هو عبارة عن 4 تمانيات 8.8.8.8 وبعدين الرقم التاني 8 وبعدين 4 ونعمل حفظ. كده اشتغل معانا ال DNS الخاص بشركة جوجل. وطبعا في اي وقت تقدر تلغي ال DNS وتشتغل من غيره، ان انت ترجع تاني لنفس الخيار. هنعمل uncheck عن المانوالي ونعمل اول خيار، هترجع معانا كل حاجة زي ما كانت او الاعدادات الافتراضية. لكن انا عايز اضيف ال DNS الخاص بشركة نورتون، فهبدأ اكتب بعد كده لازم افصل الكهرباء عن الراوتر واعيد تشغيله تاني علشان يقوم ال DNS بعملية فلترة لكل المواقع. بعد كده انت لو جيت تدخل على اي موقع او اي حد من اطفالك في البيت حب يدخل على اي موقع غير مرغوب فيه او موقع اباحي، هيقوم ال DNS بعملية غلق للمواقع دي او فلترة لكل المواقع دي، مش هتقدر يوصل ليها شبكة الانترنت اللي انت بتستخدمها في البيت. زي ما قلت ان الشرح ده ينفع لأي راوتر موجود او اي شبكة. اهم شيء ان انت تبحث عن ال DHCP سيرفر، ومن خلال ال DHCP سيرفر بتنزل على ال DNS مود.